السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مجددا بجميع الإخوة والأخوات المستمعين الكرام في إطار الحلقة التي نقدمها الخاصة بشرح مختلف الإعلانات ديال ولوج أسلاك الوظيفة العمومية بمختلف الإطارات. اليوم أعلنت وزارة التربية الوطنية على التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة وأطر الأكاديميات فوج 2021. تاريخ إجراء المباراة غادي يكون في شهر 11 2020. تاريخ التسجيل غادي يبدا من اليوم من 16 أكتوبر حتى ل 30 أكتوبر كمرحلة أولى كيف ما دايرين لينا هنا. المرحلة الثانية كيجي فيها المصادقة على الطلب وكذلك إيداع الملفات في المديريات الإقليمية. هنا غادي نديرو هنا طريقة التسجيل مباشرة ملي كتدخل هذا الموقع هذا كتمشي لطلب جديد، كتكليكي على طلب جديد، كتعمر الاسم باللغة العربية، النسب باللغة العربية، الاسم باللغة الفرنسية والنسب باللغة الفرنسية، تاريخ الازدياد، مكان الازدياد، رقم بطاقة التعريف الوطنية الصالحة إلى غاية، النوع، الحالة العائلية، كذلك العنوان، وكذلك الإقليم، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. كتدخل رقم التحقق، كتجاوب على رقم التحقق. كذلك كتجي دير شهادة البكالوريا مسلك فين حصلتي شهادة البكالوريا، تاريخ الحصول على شهادة البكالوريا، الميزة ديال شهادة البكالوريا. كتجي المعلومات حول الشهادة معلومات حول شهادة الإجازة، نوع الإجازة اللي عندك، في المثال إجازة في الدراسة الأساسية، الجامعة فين حصلت عليها، مثلا جامعة القاضي عياض مثلا. هنا ممكن دير في المثال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ممكن دير جامعة القضائيات كلية الآداب والعلوم الإنسانية مثلا، وكذلك مختلف المؤسسات الجامعية، يعني كدير السمية ديال الجامعة وكذلك الكلية. تاريخ الحصول على شهادة الإجازة ممكن ندير 2000 مثلا، حصلت عليها في 30 6 2019 مثلا. النظام ديال الإجازة النظام الجديد، وكيعطينا هنا التخصص ديال الإجازة، ندير إجازة في الاقتصاد والتدبير مثلا، كل واحد تيحدد هما التخصصات هنا، وكتدخل النقط ديال الفصول، الفصل الأول اس1 اس2 اس3 اس4 اس5 اس6. هاد النقط راه خصهم يكونوا صحاح بطبيعة الحال، داكشي اللي عندك في لي روليفي نوت ديالك غادي ديرو هنا، حيت من بعد راه غادي تدلي بهاد الوثائق طبعا من غادي تمشي تحط ملف في الترشيح. إلا عندك شي إجازة أو لا شي شهادة أخرى راه كتحددها، عندك إجازة في تخصص آخر مثلا ولا ماستر ولا دكتوراه ولا دبلوم ديال الدراسات العليا المعمقة. كذلك كدير تاريخ نوع التخصص ديال هاد الشهادة، تاريخ الحصول عليه والمؤسسة الجامعية، وكتجاوب على هاد الأسئلة واش استفدتي من هذا البرنامج الحكومي في شأن مهن التدريس، وكذلك برنامج استكمال تأهيل 25 في إطار من حامل الإجازة. إلا كنتي استفدت راه كدير نعم نعم، ما استفدتيش كدير لا لا. وطبعا كتمشي لهاد التجربة في مجال التدريس، واش عندك مجال العمومي كتكرشيها، عندك في التعليم الخصوصي كتكرشي هادي، يعني كل يعني فيما عندك تجربة كتكرشي، ما عندكش راه ما كتكرشي حتى شي بعدا كتخلي هادشي خاوي. إلا عندك تجربة راه كدير عدد الأشهر ديال الخبرة في هذا المجال ديال التدريس. بالنسبة لهذا رقم الطلب ووضعية الطلب راه كيتعطاك من بعد. المسلك كتحدد المسلك اللي باغي تدفع، مثلا التعليم الابتدائي مثلا او التعليم الثانوي التأهيلي. كذلك التخصص كتحدد التخصص اللي بغيتي تدفع عليه، يعني انا درت في الاجازه الاقتصاد والتدبير، عطاني جوج ديال اللغه الفرنسيه والتربيه البدنيه. يعني صحاب الاقتصاد بالنسبه لهاد الملاحظه غادي نقولها، كاين اللي ما عرفهاش بالنسبه للمترشحين اللي عندهم شهاده الاجازه في التخصص ديال العلوم الاقتصاديه والتدبير، فراه من حقهم يترشحوا للتخصص ديال اللغه الفرنسيه وديال اللغه عفوا وديال التربيه البدنيه. شحال من واحد ما عرفش هذه المعلومه هذه. ممكن انكم تبارطاجيو هذه الانفورماسيون مع الاصدقاء ديالكم بانه حامل شهاده الاجازه في التخصص ديال العلوم الاقتصاديه والتدبير من حقهم يدفعوا للغه الفرنسيه.
وكذلك كدير واحد التخصص اخر في المثال بغيتي تقري في حالة ما نجحتي، مثلا دير التربية البدنية مثلا، وكتختار الأكاديمية فين بغيتي تدفع. مثلا أنا بغيت ندفع في أكاديمية ديال مراكش أسفي، كنحدد المديرية الإقليمية ديالها، ندير تعاملات مراكش، ثم كنكليكي على حفظ. إذا بعد ما كديروا حفظ تيقول لك تم حفظ طلبكم بنجاح، للولوج إلى طلبكم المرجو الدخول باسم رقم بطاقتكم التعريف الوطنية، وكذلك الرقم السري. هذا الرقم السري راه كيتعطيك هنا، ها هو، يعني غادي دير ليه هذا الرقم راسكم تحتفظوا به، يعني غدير ليه كوبي وغتسجلو في شي ورقة عندك. حيت في هذه الملاحظات اللي عطونا هنا قال لك المرجو المحافظة على القنص السري من أجل المصادقة على طلبكم في المرحلة التالية. داكشي علاش ضروري داك المود باس اللي عطاوكم ضروري خصكم تحتفظوا به. إذا باش ندخلو نشوفو الوضعية ديال الطلب ديالنا، كنديرو رقم مستخدم هو رقم بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك هذاك المود باس اللي عطاونا. اذا بعد ما كديروا تسجيل الدخول وكتشوفوا الطلب ديالكم، كتلقاو رقم الطلب ها هو راه تعطاكم، وكذلك وضعيه الطلب مسجل. يعني حتى لدابا صافي ما عندك، ما بقى عندك ما دير في هذا الموقع هذا، غادي تسنى المرحله التاليه اللي فيها غتكون فيها المصادقه على الوثائق، او عفوا ما تكون فيها المرحله ديال المصادقه على الطلب. يعني حتى تفوت 30 اكتوبر غادي تجي المرحله اللي فيها المصادقه على الطلبات. بلاصه هاد حفظ غادي نلقاو مصادقه. ملي غادي نديرو مصادقه غادي نخرجو ديك الاستماره. يعني دابا غادي نخليو هاد المرحله الثانيه حتى تكمل هاد المده ديال التسجيل القبلي، او التسجيل للتعبير عن الرغبه لاجتياز مباريات الاساتذه اطر الاكاديميات بالنسبه للسنه ديال 2020. عاد ان شاء الله غادي ندير واحد لا فيديو اخر على الطريقه ديال المصادقه، وكذلك كيفاش نستخرجوا داك الوصل، وكذلك نشوفوا الوثائق المطلوبه اللي خصكم تديوها معكم للمديريات الاقليميه اللي غادي ترشحوا ليها. كنتمنى يكون هذا الشرح اللي درت نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد ديالنا، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي لقاو شي صعوبه او لا شي غموض في الطريقه ديال الترشيح، فما عليكم الا تراسلونا عن طريق المجموعه ديالنا اللي هي كونكود ختمو ايداكسي غروند زيكول، والصفحه راه كاينه الروابط في صندوق الوصف، او لا تخليو التعاليق ديالكم بخصوص الاسئله ديالكم. اذا كيف ما قلت كنتمنى لجميع الاخوه والاخوات اللي متبعينا التوفيق في هذه المباراه هذه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.